اتكلمنا عن بروسلي واتكلمنا عن جاكي شان ودول مش مصريين، فقررت ان احنا النهاردة نتكلم عن المقاتل المصري يوسف منصور. بلادي بلادي بلادي. والله هتبقى عيبة لو فيديو بروسلي جاب 3000 فيو ويوسف منصور ما يجيبش فيوز خالص، فاعمل لايك بسرعة كده ويلا بينا. بص، لو هنتكلم بصراحة كده فانت مش بتحب يوسف منصور ولا انا كمان بحبه ولا بكرهه. مش عارف ليه مفيش حد بيحب الراجل ده. يمكن عشان افلامه كلها مسروقة او مقتبسة، ممكن عشان مفهوش حاجة مميزة، ممكن عشان الاكشن بتاعه وحش، انا مش عارف. ولكن الحاجة الوحيدة اللي انا متأكد منها ان هو ممل جدا. يعني مثلا تفتكر جاكي شان لما اتكلمنا عن الانترفيو المقابلات بتاعته، مسلي ومرح، مش بتحس بالملل وانت بتتفرج عليه، دايما يهزر ويضحك. لكن بص على يوسف منصور كده، شويه معامله مهينه. يعني كانوا بيعاملوني معامله وحشه قوي. ايه كمية الملل دي؟ انا هنام انا وبتفرج على الفيديو. مفهوش فعلا حاجة مميزة وممل جدا. طبعا انت هتسألني سؤال دلوقتي اي حمار ممكن يسأله. طبعا اتفضل استحفر واسأله. هتقولي يا مصطفى ليه بتقول ان افلامه مسروقة مش مقتبسة مثلا او متقلدة؟ طبعا اسمح لي اعتذر لك، انا اسف ان انا قلت كده عشان سؤالك ده ذكي جدا جدا. اولا كده ايه الفرق بين السرقة والتقليد؟ لو انا دلوقتي جيت قلت لك أسعد الله مساءكم، هغني لك أغنية حلوة طول الليالي وبسرح وبسأل سؤالي، مجرب ما حدش حكالي للبعد رد فعلك انت دلوقتي انت بتضحك، وهو ده التقليد، ان انا مهما قلدت لك شخصية جادة انت هتضحك. زي الكاريكاتير، مناخير كبيره وواحد يبقى ده جمال عبد الناصر، واحد اصلع، واحد مش عارف وفلان ظهر لقطه، فالمقلد بيروح جاي مقلد لقطه معينه في شخص ما متعارف عليها وتضحكي. طب والسرقة بقى؟ السرقة ان انا ممكن اغني اغنية كاملة بصوت محمد فؤاد وانزلها، بستغل صوته واسمه وسمعته وشخصيته كمان ان انا اعمل حاجة لنفسي. يوسف منصور بقى جرب كل حاجة، سرق واقتبس، وللأسف كلهم فشلوا. خلينا كده نبص على اول ظهور ليوسف منصور على الشاشة العربية. انا عارف انت دلوقتي ممكن تكون عايز تضحك، ولكن اللي انت مش واخد بالك منه هنا ان هم عايزين يقلدوا بروسلي بالحرف. ليه تقلد شخصية غيرك؟ ما تخليك ليك شخصيتك المميزة. ولكن طبعا المخرج عايز كده. اعتقد ده اول ظهور لفكرة الفيلا عامة، عشان يحلبوها في فيلم قبضة الهلالي. تاني ظهور ليوسف منصور على الشاشة العربية. مشهد زي ده مثلا هو باين قوي ان هو مسروق من فيلم ارمور اوف جاد لجاكي تشان الجزء الاول. ولكن مشكلته ان هو متنفذ وحش جدا في الفيلم. يعني بص مثلا كده الفرق بين ده وده. وحتى الحبكة مش منطقية. ليه في 3 بنات بيلعبوا فنون دفاع عن النفس جوه كباريه؟ بص مثلا مشهد زي ده برضو باين قوي ان هو مسروق من فيلم دخول التنين لبروسلي. ولكن الفرق ايه هنا؟ ان الزجاج في فيلم بروسلي هو كان محور الفيلم. من اول الفيلم المعلم بتاعه بيقول له عدوك كالزجاج، حطم الصورة تهزم العدو. وفي اخر الفيلم اكتشف النقطة دي. الفيلم محوره عن الزجاج، انت ليه جايب جزاز هنا جوه الفيلم؟ نافوخة هيطير ملهوش اي لازمة. ولكن طبعا المخرج عايز كده عشان هو سرق الفكرة. وعلى فكرة فترة التمانينات هي كانت أكتر فترة بيحلبوا فيها الأفلام الأجنبية عشان ينفذوها بطريقة مصرية، وبتبقى سيئة جدا. وللأسف يوسف منصور ظهر في الفترة دي. يوسف منصور بيبدأ يكتشف الأخطاء دي فعلا، ولكن بيعمل حاجة غبية جدا، إن هو يبتدي يبقى المخرج والمؤلف للأفلام.
يوسف منصور هو مقاتل كويس جدا، ولكن مش أي مقاتل ينفع إن هو يخرج أو يألف، فبالتالي عمل أفلام أسوأ من اللي قبليها، لأن مش أي حد يعرف يبقى مخرج أو ممثل أو مؤلف. الموضوع بياخد وقت ومحتاج موهبة. أنا رأيي إن يوسف منصور هو موهوب جدا ومقاتل كويس جدا وممثل كمان ممتاز، ولكن هو ظهر في فترة وحشة واتعامل مع مخرجين سيئين جدا، عشان كده ما نالش الحب أو الاحترام أو الشعبية اللي تليق بيه. بس كده، كان معاكم مصطفى. كلامنا النهارده كان عن يوسف منصور. سلام. اوعى ايدك يا ابن يا مجانين.